ايه هو العقل الباطن؟ اللي هو اللاواعي، وازاي تقدر تتحكم فيه، ازاي تبرمج عقلك على النجاح. اعترف لو عملت غلط، قول انا عملت. اسمح للناس اللي موجودة ان هي تعبر عن رأيها، بلاش تبقى مغرور في نفسك كده، خليك بتحب المناقشة، ولو غلطت اعتذر. طبعا في قوانين او هي شبه حاجات بتحصل. اول حاجة خلينا نبدأ بالتجاذب. التجاذب اللي هو لما بتفكر في حاجة وتجذبها ناحيتك. التفكير المتساوي ده اللي هو طول ما انت بتفكر ان انت تعمل موف اون، وان انت زعلان او ان انت خارج من علاقة، فانت هتفضل حزين، هتفضل متحطم. لكن طول ما انت بتفكر ازاي تسعد نفسك وازاي تبسط نفسك، فانت هتبقى مبسوط. في قانون اسمه قانون الانعكاس. يعني لو حد قال لك كلمة كويسة فبتترد له، وانت لو قلت لحد كلمة كويسة بتترد لك. والعكس. التراكم. كذا موقف بيحصل لك وحش فبيبقى موجود في العقل اللاواعي، وبيفضل محتفظ بيها، ويجي مرة واحدة يطلع الحاجات دي كلها ويحسسك بالاكتئاب